خلينا متفقين ان مش اي تتبيله تتحط على الفراخ، بس انا تقريبا اكتشفت اجمد تتبيله ممكن نعملها تبقى بالنسبه لك ادمان. الخلطه اللي محطوطه جوه الفراخ دي رهيبه. اول حاجه هنقوم محتاجين حوالي صدور فراخ من 250 جرام ل 300 جرام، وهنقوم مقطعينها مكعبات زي ما انتم شايفين، وهنقوم شايلينها وحاطينها في اي بوله عندنا ومتبلينها بملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه بابريكا وتوم باودر وبصل باودر مع شويه شطه لو بتحب الحاجه الحراقه، ومعلقه سكر او رشه عسل زي ما انت تحب، وننزل عليها بمعلقتين صويا صوص ومعلقتين خل وبيضه، ونقوم مكسين كل حاجه مع بعض ومغطيينها بورق الاسترتش وحاطينها في التلاجة من ساعتين لتلاتة لحد ما الفراخ تشرب التتبيله. وبعد ساعتين في التلاجة هنقوم محتاجين نص كوبايه دي ننزل عليهم بنص كوبايه نشا ونفس التوابل اللي احنا حطيناها على الفراخ، وهنقوم واخدين الفراخ بتاعتنا وحطيناها في الدقيق عشان نبدا نقليها، وفي اي طاسه على النار فيها كميه زيت غزيره هنقوم قالين الفراخ بتاعتنا تقريبا هياخد مننا من 10 دقايق لربع ساعه. وهنا يجي دور المكون السري اللي هيودي الطعم في حته تانية، ولو انتوا عايزين سر الصوص اللي انا عملته ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات ونعمل لكم فيديو مخصوص. وبس كده احنا خلصنا، ممكن تاكلها زي ما انت عايز، وبس كده. وكنت جاي اقول لكم